السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابنا طلاب بريب 2 في كل مكان، أهلا بيكم. عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير زي ما أنا بخير. أنا مستر سيد رمضان، وإن شاء الله النهاردة هنشتغل في lesson 2 في unit 2 وهو بعنوان the relations. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما الدرس اللي فات أو الليسون اللي فات كان من أتفه الدروس اللي مرت عليك، إن شاء الله الريليشنز هتكون برضو من أتفه الدروس اللي هتمر عليك. اولا العنوان بتاع الليسون هو بعنوان relations and function. سيبك من function دي دلوقتي، خلينا الاول نتكلم على relations. الليسون ده متقسم معاك لفكرتين، الريليشن والفانكشن. لو فهمت الريليشن هنزود عليها حته صغيره تفهم الفانكشن. طب ايه هي الريليشن؟ هي نفسها الكارتيزيان برودكت او الكارتيزيان برودكت اللي اتكلمنا عنه في الليسون اللي فات، بس هنزود عليه حته. يبقى كده ملخص الكارتيزيان برودكت هنزود عليه حته يتحول معانا الريليشن، هنزود عليها حته تتحول معانا الفانكشن. شكرا، خلصنا الليسون بتاعنا. بسم الله، تعالى نشوف هنتكلم ازاي. مدينا اكس مدينا واي. لو احنا عايزين نجيب اكس برودكت واي او سوري اكس كروس الواي، كنا بنقول نبدا بالاكس، فهناخد الفور مع ال1 وبعدين ناخد الفور مع ال2 وبعدين ناخد الفور مع ال3. خلصنا الفور خش على ال6، يبقى 6 مع ال1 وبعدين 6 مع ال2 وبعدين ال6 مع ال3. شكرا، احنا كده خلصنا البرودكت بتاعنا. طيب الجزء الجديد بقى اللي احنا هنضيفه، احنا كده اتكلمنا عن الليسون اللي فات. الجزء الجديد اللي احنا هنضيفه حاجه اسمها ريليشن. باختصار تعال الاول افهمك يعني ايه ريليشن. صلى على النبي يا سيدي عليه الصلاه والسلام. انا معايا دلوقتي سيت اوف نمبرز، معايا شويه نمبرز اهم ومعايا شويه نمبرز اهم، في ما بينهم ريليشن. يعني ايه ريليشن؟ يعني حاجه بتربط النمبرز دي ببعضها. بمعنى لو انا قلت لك مثلا انت معاك هنا شويه نمبرز من 1 الى 5 وشويه نمبرز هنا من 1 لل 5، ماشي كده؟ ماشي. طيب ايه الريليشن؟ الريليشن بتاعهم ان كل 2 نمبرز البلس بتاعهم مثلا ب 5. فانت ممكن تاخد مين؟ ممكن تقول ال1 مع ال4 البلس بتاعهم ب 5، او ال2 وال3 البلس بتاعهم ب 5، وهكذا. فالريليشن دي بتحدد لي انهي اوردر بير انا هاخده او انهي نمبرز هناخدهم مع بعض. هي بتحدد لي ريليشن كده ما بين 2 نمبرز، واحد هنا وواحد هنا. طيب الريليشن اللي مديهاني بيقول لي and if our relation from x to y. انا معايا relation بتربط بين الاكس والواي such that the first projection الفيرست نمبر بتاعي في الاوردر بير is double the second projection. يعني الفيرست دبل السكند او ضعف السكند. تعال نشوف، هل الفيرست دبل السكند؟ لا. طب هل الفيرست دبل السكند؟ فده كده اول اوردر بير عندي. هل الفيرست دبل السكند؟ لا. طب الفيرست دبل السكند؟ لا. الفيرست دبل السكند؟ لا. الفيرست دبل السكند؟ فده تاني اوردر بير عندي. فالريليشن بتاعتي هتكون عباره عن ال4 وال2 وبعدين هاخد معاها ال6 وال3 وشكرا. انا كده خلصت الريليشن. الليسون بتاعنا او الجزء الاول من الليسون بتاعنا تقريبا خلص. هي ريليشن بتربط لي النمبرز ببعضها. بيقول لي ان الفيرست دبل السكند، فانا هدور على الفيرست والسكند بحيث ان يكون واحد فيهم دبل التاني. شكرا. طب اللي بعده بيقول لي اعمل لي الكلام ده في شكل تيبل. والله العظيم في شكل تيبل. ادي الاكس وادي الواي. الاكس ب 4 لما الواي كانت ب 2، الاكس ب 6 لما الواي كانت ب 3. طب عايزين نعمل لها ايرو دايجرام. الاكس بتاعتي كانت عباره عن كام؟ لو نبص الاكس بتاعتي كانت عباره عن ال4 وال6، ال4 وال6. الواي كانت 1 2 3، 1 2 3. ايه الريليشن اللي احنا خدناها؟ احنا خدنا ال4 وال2 بالشكل ده وبعدين خدنا ال6 وال3 بالشكل ده. شكرا. الكارتيزيان او الجراف بتاعي هيكون ال4 مع ال2. ادي 1 2 3 4 5 6. ادي ال4 هنا كده ادي 1 2 3 4 مع ال2 ادي 1 2 3 4. فهناخد ال4 مع ال2 يعني هنا وبعدين ناخد ال6 مع ال3 ادي ال6 وادي ال3. شكرا، احنا كده عملنا لها جراف. بده اللي احنا قلناه ده هو 90% من الليسون بتاعنا. تعال نكمل في اكزامبل تاني. ده شكل السؤال هيجي لي اسطمبه كده، هو 3 4 سطور كده تحت بعض، بس مع الوقت هخليك تبص على 3 حاجات بس في السؤال تعرف تجيبه. سمي الله بسم الله. بيقول لي لو الاكس فيها النمبرز دي والواي فيها النمبرز دي. تعالى بقى نقرا كده وافهمك. بيقول لي ايه بعد كده؟ بيقول لي and r is relation. يعني الريليشن بتاعتي هي اسمها r. الار دي from مين to مين؟ from الاكس to y. يعني انا هبدا بالاكس، اي اوردر بير هكتبه هبدا مين من الاكس تو واي. وير عندما او حيث ان الاكس ار الواي. يعني ايه الكلام ده؟ يعني كل نمبر في الاكس ليه ريليشن او مرتبط بنمبر تاني في الواي. means ان الواي دي equal x plus
3. يعني ايه بقى الكلام ده؟ سيبك من كل الهري اللي احنا قلناه ده، تعالى كده كنسل الليله دي كلها. هفهمك لما يجي لك اكزامبل بالشكل ده تتعامل معاه ازاي، لان السؤال كده كتير قوي 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 قوي. سمي الله بسم الله. انا لما بيجي لي سؤال في الشكل ده انا ببص على 3 حاجات بس، يعني في 3 حاجات انا ببص عليهم شكرا، ما بكملش السؤال. ايه هم ال3 حاجات؟ بشوف الاكس بكام وهو مديهاني، بشوف الواي بكام وهو مديهاني، بشوف كلمه مينز اللي جاي بعدها ايه. يعني كلمه مينز اللي جاي بعدها ايه، يبقى 3 حاجات انا ببص عليهم. بشوف الاكس، بشوف الواي، كلمه مينز اللي جاي بعدها ايه. عرفتهم؟ مش محتاج اكمل باقي السؤال. تعال نبدا بسم الله الرحمن الرحيم. لما تيجي تبدا تطلع لي النمبرز اللي ليها ريليشن بنمبر اخر، انا ببص على الحته اللي فيها زحمه. تاني كده، ببص على الجنب الكبير، الجزء الكبير. الجزء الكبير هنا هو الواي ولا الاكس؟ لا اكيد طبعا الاكس. بص كده انا هعمل ايه، كل اكس، كل نمبر في الاكس هعمل له بلس 3 هيديني نمبر في الواي. تاني كده، كل نمبر في الاكس هعمل له بلس ل 3 عشان يطلع لي الواي. طب الكلام ده هتعمله ازاي؟ تعال نشوف. الاكس اهي، ادي النيجاتيف 1 وادي الزيرو وادي ال 2. بعد كده هتعملها على طول، سيبك من اللي انا بعمله ده، بعد كده مش هنعمل الهبل ده، احنا بس انا بعمل كده عشان ايه؟ افهمك. كل نمبر في الاكس هتعمل عليه ايه؟ هعمل له بلس 3 اهو اهو. المفروض الناتج يكون عباره عن الواي. لما نيجي نعمل دول بلس، هنا 3 ونيجاتيف 1 يعني 2. هنا لما نعمل لهم بلس يعني 3، لما نعمل لهم بلس يعني 5. هل النمبرز دي موجودين في الواي؟ موجودين في الواي، ال2 وال3 وال5. حلو. الار بتاعتك، الريليشن بتاعتك اللي ما بينهم هتاخد مين ومين؟ لو تفتكر انا كنت قايل لك ببدا بالاكس، ماشي كده، ببدا بالاكس. الاكس بتاعتك هي كانت عباره عن مين؟ كان النيجاتيف 1 خرجت لي 2، يبقى انا هاخد النيجاتيف 1 مع ال2. اللي بعده الزيرو خرج لي 3، يبقى هاخد الزيرو مع ال3. بعد كده ال2 خرجت لي 5، يبقى انا هاخد ال2 مع ال5. وشكرا، احنا كده خلصنا الريليشن بتاعنا والليسون بتاعنا خلاص خلص. اللي بعده، لو انت فهمت الجزء ده، كل اللي جاي ده لمده 10 دقايق هو بس هغير لك الافكار. طيب ماشي، سؤال، هي الافكار دي هتكون موجوده في مين؟ موجوده في الاكس ولا موجوده في الواي؟ ولا اكس ولا واي، الافكار دي هتكون موجوده في الجزء اللي بعد كلمه مينز، الجزء اللي جاي بعدها ده. يعني الافكار كلها او المسائل كلها ثابته، دي بس اللي انا هغيرها لك. اقول لك مره ده بلس ده، اقول لك ده ماينس ده، اقول لك ده تايمز ده، اقول لك ده باور ده، ايا يكن هفضل اشقلبهم لك كده. انت كل شغلك هتيجي تشتغل على ده. تعال نشوف. انا كالعاده يهمني في السؤال اعرف الاكس ايكوال كام، عرفت. اعرف الواي ايكوال كام، عرفت. كلمه مينز اللي جاي بعدها ايه، وعرفته. حلو قوي. هتبدا منين حضرتك؟ انا هبدا من الجزء اللي فيه زحمه، اللي هو مين؟ اللي هو ده. ماشي. بيقول لي كل نمبر عندك في الاكس، يعني هناخد ال2 احط لها باور لنمبر من بتوع الاكس، المفروض تخرج لي واي. يعني ايه؟ مش فاهم. يعني تعال نشوف. لو انا خدت ال2 لان كده كده ال2 ثابته، هتحط لها باور مين؟ الاكس. يعني احط لها مره باور 0 اللي هو ده، وبعد كده باور 1 2 3. تعال نشوف الناتج بتاعنا هيكون عباره عن كام. المفروض الناتج بتاعنا يطلع موجود في الواي. 2 باور 0 ب 1، 2 باور 2 ب 2، باور 2 ب 4، باور 3 يعني 8. حلو قوي. هل النمبرز دي موجوده في الواي؟ موجوده في الواي. يبقى الار بتاعتي عباره، لما الاكس كانت بزيرو الواي كانت ب1، يبقى الزيرو وال1 انا ببدا بالاكس. لما الاكس كانت ب1 كانت الواي ب2، يبقى 1 و2. لما الاكس ب2 كانت الواي ب4، يبقى 2 مع ال4. لما الاكس كانت ب3 الواي كانت ب8، يبقى 3 مع ال8. شكرا، احنا خلصنا الريليشن بتاعتنا. اللي بعده، مديني الاكس، مديني ايه ده مستر؟ ده مفيش واي. حلو، وقف كده لحظه، وقف لحظه. طالما هو مش مديك الواي، اتعامل على ان الاكس دي هي نفسها الواي. بمعنى، بص كده، انا هاخد دي هعمل لها دبل كده، تعامل مع دي على انها اكس وتعامل مع دي على انها واي. شكرا، احنا خلصنا. تعال نكمل بقى كده. انت معاك الاكس اهي، ومعاك الواي اهي، وكلمه مينز اللي جاي بعدها اهي. هو ده اللي انا محتاجه. هو بيقول لي ايه؟ بيقول لي الاكس از دبل الواي. على فكره ده نفس الاكزامبل اللي احنا لسه حالينه من شويه. تعال نشوف. الاكس بتاعتي از دبل الواي. هل ال1 دبل ال1؟ لا.
طب دبل لل2 لا. طب دبل لل4 لا، يبقى ال1 مش هاخده اصلا. اللي بعده، هل ال2 دبل لل1؟ ال2 دبل لل1، يبقى انا هاخد ال2 مع ال1. اللي بعده، هل ال2 دبل لل2؟ لا. طب دبل لل4 لا، يبقى احنا كده خلاص خلصنا ال2. خش على ال4، هل ال4 دبل لل1؟ لا. طب دبل لل2؟ يبقى انا هاخد ال4 وال2. هل ال4 دبل لل4؟ لا، يبقى شكرا، الريليشن بتاعتك هي عباره عن شويه النمبرز دي وشكرا. ماشي؟ فكده بنسبه 90 95% انت فهمت يعني ايه ريليشن. ماشي كده؟ ريليشن هي حاجه بتربط تو نمبرز ببعض. تمام؟ خش بقى على الجزء المهم عندي وهو الفانكشن. سمي الله، بسم الله الرحمن الرحيم. اولا يعني ايه فانكشن؟ الفانكشن دي هي ريليشن. يعني شفت الريليشن اللي احنا لسه عاملينها؟ هي ريليشن بس متحقق فيها 3 شروط. يعني اي ريليشن عندك يتحقق فيها ال3 شروط دول تعتبر فانكشن. طب ايه هم ال3 شروط دول بقى؟ اول حاجه، كل اليمنت موجود عندك في الاكس يظهر مره واحده في الفيرست بروجيكشن. يعني ايه؟ يعني لو جينا مثلا على دي، هل كل element موجود في الاكس ظهر عندي مره واحده في الفيرست بروجيكشن؟ والله النيجاتيف 1 ظهر مره واحده، والزيرو ظهر مره واحده، وال2 ظهرت مره واحده. اذا دي عباره عن فانكشن. يبقى الفانكشن بتاعتك كل element موجود في اكس يظهر كم مره؟ مره واحده في الفيرست بروجيكشن. حلو جميل. طيب ايه كمان؟ عندي ان كل element موجود في الاكس يخرج منه 1 arrow، يعني ري واحد، سهم واحد. بمعنى لو احنا جينا هنا، هل كل element في الاكس خرج منه 1 ري؟ ها؟ كل element هنا خرج منه ار واحد؟ اذا دي عباره عن فانكشن. طب كلام جميل. اللي بعده لما بيكون عندي جراف، كل فيرتيكال لاين، كل لاين بالطول كده يكون عليه 1 بوينت، يكون عليه بوينت واحده. زي مين؟ زي دي اهي. هل اللاين ده عليه اكتر من بوينت؟ لا، بوينت واحده. طب اللاين ده عليه اكتر من بوينت؟ لا، بوينت واحده. طب امتى ما تبقاش فانكشن؟ لو انا عندي مثلا اللاين ده عليه كمان بوينتين. طب في الارو دايجرام امتى ما تبقاش فانكشن؟ لو انا عندي الاليمنت ده خارج منه كمان ري بالشكل ده. طيب سؤال، لو انا كان عندي هنا نمبر تاني وليكن مثلا ال9، وال9 خرجت كده راحت لل3، كده ال6 راح لل3 وال9 راح لل3، هل دي تعتبر كده فانكشن ولا نوت فانكشن؟ فانكشن. تعالى بس نمسح دي كده عشان ما تتلخبطش. فانكشن. ليه يا عمنا فانكشن؟ قال لك اصل انا ماليش علاقه بالواي، انا كل شغلي على الاكس. هل كل element في الاكس خارج منه 1 ارو؟ اذا دي عباره عن فانكشن. شكرا. يبقى الفانكشن بتاعتك 3 حاجات. كل element في الاكس خارج منه كل element في الاكس ظهر كم مره؟ مره واحده. نمبر 2، كل element في الاكس خارج منه كم ارو؟ 1. نمبر 3، كل فيرتيكال لاين عليه كام بوينت؟ بوينت واحده. شكرا، الليسون بتاعنا خلص، يلا نبدا نحل. ده شكل الليسون، ده شكل الاكزامبل اللي هيجي لي. طب الاكزامبل ده هنقعد نضيع نص ساعه نقرا فيه؟ لا. 3 حاجات يهموني، اللي هم يهمني اعرف اكس ايكوال كام وعرفت، يهمني اعرف الواي ايكوال كام وعرفت، يهمني كلمه مينز اللي جاي بعدها ايه وبرضه عرفت. حلو. اكتب لي يا نجم الار بتاعتك، الريليشن بتاعتك. تعال نبص. اول حاجه انا هبدا من الزحمه، يعني هبدا من الواي، اخد لها الروت يديني اكس، صح كده؟ صح. تعال نبدا من الواي. هل الروت بتاع ال1 هيطلع لي نمبر في الاكس؟ روت ال1 هيخرج لي 1. طب انا ببدا بمين؟ ببدا بالاكس، يبقى انا هاخد ال1 بتاع الاكس مع ال1 بتاع الواي. اللي بعده روت ال4. روت ال4 عباره عن 2، ال2 موجوده اهي، اذا انا هاخد ال2 مع ال4. ما ينفعش تقول لي 4 مع 2 لان انا ببدا بالاكس. اللي بعده خش على ال6. الروت بتاع ال6 مستر ملهاش فاليو، ده ال6 ده irrational، روت 6 irrational. خلاص كنسل ال6. خش على اللي بعده. روت ال9 هيخرج لي 3، وال3 موجوده هنا اهي، يبقى انا هاخد ال3 مع ال9 وشكرا. تعالى بقى نكمل. بيقول لي هنا write R as a set of order pairs، احنا كتبناها. اللي بعده represent using arrow diagram. عايزين نعمل arrow diagram يا نجم. بص كده، ادي الاكس، تمام، ادي الواي. رص لي الفاليوز بتاعتك. الاكس عباره عن 1 2 3، ادي ال1، ادي ال2، ادي ال3. الواي 1 4 6 9. حلو.
مين النمبرز اللي احنا خدناهم مع بعض؟ خدنا ال1 مع ال1 بالشكل ده، خدنا ال2 مع ال4 بالشكل ده، خدنا ال3 مع ال9 بالشكل ده. كلام زي العنب. اللي بعده بيقول لي does the الريليشن بتاعتك دي تعتبر فانكشن ولا لا؟ تعال نشوف. احنا كنا بنقول كل element في الاكس خارج ظهر مره واحده. ال1 ظهر مره واحده، ال2 ظهرت مره واحده، ال3 ظهرت مره واحده، اذا هي عباره عن فانكشن. طب اكمل؟ لا ما تكملش، ما هو نفس السبب بتاعك. ما هو لو اتحققت هنا هي نفسها هنا، هي نفسها في الجراف، مش فارقه. يعني الثلاث اسباب هم نفس الحاجه بس في ثلاث اشكال: شكل اوردر بير، والشكل الثاني ارو دياجرام، والشكل الثاني الجراف بتاعي. فهم الثلاثه نفس السبب بس اشكالهم مختلفه. معنى ان هي اتحققت معاك هنا، شكرا، يبقى هي برضو متحققه هنا. تعال نشوف. كل element في الاكس يخرج منه 1 arrow اهو، 1 1 1، اذا برضو هي فانكشن. تعال نكمل. بيقول لي and why؟ ليه؟ لان كل element في الاكس appears one او once as a first projection. كل نمبر عندي في الاكس ظهر كم مره؟ only once as a first projection. اللي بعده بيقول لي لو الفانكشن دي find the domain and range. عايزين نجيب الدومين والرينج. احنا اتفقنا ان الدومين هو كل الاليمنتس بتاعت الاكس يعمل 1 و 2 و 3. طيب الكودومين انا مش هكتبه، انا مش هكتب الكودومين. الكودومين بتاعك هو عباره عن كل اليمنتس الواي اللي هم دول. طب الرينج اللي انا عايزه، الرينج هي النمبرز اللي احنا اخدناها من الواي. هو انت خدت مين من الواي؟ انا خدت ال1 وال4 وال9. شكرا، كان الله بالسر عليم. خلصنا. اللي بعده بقى احنا هنفضل نحل مع بعضينا كده. تعالى نسمي الله بسم الله. لو تبص كده على اللاين اللي تحت هتلاقي قدامنا تقريبا 10 دقايق ربع ساعه بحد اقصى، بس هنلم فيهم كل الافكار اللي موجوده على الليسون ده. بيقول لي الار ريليشن فروم اكس تو واي. ادي الار اهي، رايز ريليشن ان ذا فورم اوف تيبل. عايزين نكتب تيبل بسيطه. ادي الاكس ادي الواي. الاكس عندك عباره عن 2 2 اول اوردر بير، بعد كده 0 2، بعد كده 3 1، بعد كده 4 2. شكرا. اللي بعده عايزين نعمل لها جراف اهو، جراف. اول اوردر بير 2 2، الاكس ب 2 الواي ب 2، يعني هنا. اللي بعده 0 2، الاكس ب 0 الواي ب 2. اللي بعده 3 1، الاكس ب 3 الواي ب 1. اللي بعده 4 2، الاكس ب 4 الواي ب 2. عايزين نجيب الدومين والرينج. الدومين هو كل elements الاكس، يعني الدومين بتاعك هيكون عباره عن ال2 وال0 وال3 وال4. طيب الرينج بتاعك هي الاليمنتس اللي احنا خدناها من الواي، اللي هي ال2 وال2. ال2 متكرره مش هنكتبها، وبعدين ناخد ال1، وبعدين ال2 وال2 كمان متكرره فمش هنكتبها. بالمناسبه هل دي تعتبر فانكشن ولا ما تعتبرش فانكشن؟ جاوب انت. المفروض تقول لي ان هي فانكشن. ده المفروض. ليه؟ لان كل element في الاكس ظهر مره واحده، مفيش اكس متكرره. بس اسالك سؤال، انا قلت لك كل element في اكس، هل ال2 وال0 وال3 وال4 هم بس الاليمنتس الموجوده في الاكس، ولا ممكن الاكس يبقى فيها نمبرز ثانيه؟ ما اعرفش. ما عشان ما تعرفش انا كمان ما اعرفش هي فانكشن ولا لا. اصل لازم كل elements الاكس تظهر. معنى ان في element واحد ما ظهرش فدي كده مش فانكشن. تمام. اللي بعده مديني الاكس مديني الواي، بيقول لي رايت ذا سيت اوف اوردر بيرز. عايزين نجيب الاوردر بيرز بتاعتنا. تعال نشوف. اول حاجه لو جينا نبص على الاوردر بير ده، الاكس بنيجاتيف 1 الواي ب 2، ادي نيجاتيف 1 نيجاتيف 1 مع ال 2. اللي بعده لو جينا نبص على الاوردر بير ده، الاكس ب 1 والواي بنيجاتيف 1، ادي الاكس ب 1 والواي بنيجاتيف 1. اللي بعده الاكس ب 2 الواي ب 1، الاكس ب 2 الواي ب 1. اللي بعده الاكس ب 2 الواي ب 3، ادي اكس ب 2 وواي ب 3. اللي بعده لو جينا نبص هنا هنلاقي الاكس ب 3 والواي ب 4، ادي اكس ب 3 والواي ب 4. شكرا. دي كده الريليشن بتاعتي. جميل جميل جميل. اعمل لي تيبل. هعمل لك يا باشا احلى تيبل في الدنيا. بس كده ادي اكس ادي واي، نيجاتيف 1 مع 2، 1 مع نيجاتيف 1، 2 مع 1، 2 مع 3، 3 مع 4. حلو قوي. اعمل لي ارو دايجرام اهو، بسيطه. عايزين نحط كل elements الاكس هنجيبها من فوق. خلي بالك نيجاتيف 1 1 2 3. كل elements الواي نيجاتيف 1 1
2 3 4. عايزين نوصلهم ببعض. احنا خدنا مين؟ خدنا النيجاتيف 1 مع ال 2. حلو. خدنا ال 1 مع النيجاتيف 1. عسل. خدنا ال 2 مع ال 1. ممتاز. خدنا ال 2 مع ال 3. عنب. خدنا ال 3 مع ال 4. زي البطيخ. حلو قوي. طيب عايزين نجيب الدومين والكودومين والرينج. الدومين بتاعي هو كل elements الاكس اللي هي النيجاتيف 1 وال1 وال2 وال3. ده الدومين. الرينج هي النمبرز اللي احنا خدناهم من الواي. احنا خدنا مين من الواي؟ هاتهم من هنا. اهو 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 اهو، اللي هم عباره عن مين يا عمنا؟ ال2، النيجاتيف 1، ال1، ال3، ال4. عظمه. السؤال اللي بعده بقى اللي انا هساله لك في كل سؤال بعد كده، is it a function؟ هل تعتبر فانكشن؟ مش عارف. اعرف منين؟ تعال نبص على الاكس. هل كل element في الاكس ظهر مره واحده؟ تعال نشوف. اول حاجه انا شايفها، انا شايف هنا نيجاتيف 1 فالنيجاتيف 1 ظهر. شايف هنا 1 فال1 ظهر. شايف هنا 2 فال2 ظهرت. شايف هنا كمان 2. لا وقف، ده ال2 ظهرت عندي مرتين. خلاص شكرا، مش فانكشن. طب تتاكد ازاي؟ تعال نبص. هنلاقي ان اللاين ده عليه 2 بوينتس. ما ينفعش، لازم يبقى عليه بوينت واحده. اتاكد اكتر. هنلاقي ان هنا ال2 خارج منها سهمين. شكرا. فالتلاته بيقولوا لك لا دي مش فانكشن. شكرا، خلصنا. اللي بعده بيقول لي الاكس ايكوال 3 واي. انا خلاص بقى مش هنكتب السؤال كله بعد كده، هنكتب اللي يهمني بس اللي هو الاكس والواي واللي بعد كلمه مينز. كالعاده انا هبدا من هنا. كل واي هعمل لها تايم 3 يديني اكس. تعال نبدا بالواي. 0 1 2 3 تايمز 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 3 3 3. نشوفها ايكوال كام. اول واحده 0، تاني واحده 3 6 9. هل النمبرز دي موجوده في الاكس؟ ما اعرفش. تعال نشوف الار ايكوال. اول حاجه الزيرو، لما حطينا الواي بزيرو خرجت لي اكس بزيرو، يبقى انا هكتب الاكس الاول زيرو مع الزيرو. بعد كده الاكس ب 3، الواي ب 1، يبقى 3 مع ال 1. اللي بعده 6 مع ال 2، ادي 6 مع ال 2. اللي بعده 9 مع ال 3. ثواني ثواني، هي الاكس عندك فيها 9؟ لا خلاص، وقف لحد هنا. شكرا. تمام. السؤال اللي بعده، هل تعتبر فانكشن ولا مش فانكشن؟ الزيرو ظهر مرة واحدة، ماشي. الثري ظهرت عندي مرة واحدة، تمام. السكس ظهرت عندي مرة واحدة، خلاص شكرا، فانكشن. اللي بعده، الجزء اللي بعده نفس الأسئلة. على فكرة بعد كده هنكرر بس أو هنغير بس الجزء ده، كلهم نفس الأفكار بالظبط. بيقول الإكس more than or equal ال 2. تعال نشوف هل ال 2 more than or equal ال 2؟ ال 2 equal ال 2، فهناخد ال 2 مع ال 2. اللي بعده ال 2 هل هي more than or equal ال 3؟ لا. more than or equal ال 5؟ لا. ال 7؟ لا. شكرا، ال 2 خلصت. خش على اللي بعده. ال 4. ال 4 مور ذان ال 2؟ فهناخد ال 4 مع ال 2. ادي 4 مع ال 2. اللي بعده، هل ناخد ال 4 مع ال 3؟ هيبقى 4 و 3. ال 4 مع ال 5؟ لا. مع ال 7؟ لا. ال 4 خلصت. خش على ال 6. هل ناخد ال 6 مع ال 2؟ يبقى 6 و 2. ال 6 وال 3؟ 6 مع 3. ال 6 وال 5؟ 6 مع ال 5. ال 6 وال 7؟ لا شكرا، خلاص اركن. خش على اللي بعده. خش على ال 8. ال 8 مع ال 2؟ ناخد ال 8 مع ال 2. اللي بعده 8 و 3؟ 8 3. ال 8 وال 5؟ 8 و 5. ال 8 وال 7؟ 8 و 7. شكرا، احنا كده خلصنا. اللي بعده السؤال الاول بتاع كل سؤال. تعال نشوف هل تعتبر فانكشن ولا لا. ال 2، ال 4، ال 4. ايه ده؟ ال 4 متكرره. شكرا، مش فانكشن. اللي بعده بيقول لي الاكس ايكوال 1 اوفر 3 اوف واي. يعني ايه؟ يعني خد الواي اعمل لها ديفايد 3 يديك الاكس. تعال نبدا بالواي. 1 3 6 9 12. ديفايد 3 ديفايد 3 ديفايد ديفايد ديفايد. يا مستر ده هنا 1 ثيرد او 1 اوفر 3. ما هي ما ال 1 اوفر 3 اللي هو تلت العدد. تلت العدد ده يعني هتعمل له ايه؟ هنعمل له ديفايد 3. تعال نشوف. ده هيطلع لي مش هينفع، فده هيطلع لي 1 اوفر 3 اللي هي ثيرد، ودي مش موجوده في الاكس، فدي اصلا غلط. اللي بعده 3 ديفايد 3 1 ديفايد 3 2 ديفايد 3 3. اللي بعده 4. تعال بقى نشوف. اولا انا هبدا بالاكس، يبقى هاخد ال1 مع ال3. ادي الار
ال1 وال3. اللي بعده الاكس ب2 لما الواي ب6، 2 مع ال6. اللي بعده الاكس ب3 لما الواي كانت ب9، 3 مع ال9. اللي بعده الاكس ب4. ثواني يا نجم، ثواني يا نجم، انت ما عندكش هنا 4، وقف لحد هنا. السؤال اللي بعده، هل تعتبر فانكشن؟ ال1 ظهر عندي مره، ال2 ظهرت مره، ال3 ظهرت مره، شكرا فانكشن. اللي بعده بيقول لي الاكس هاف الواي. تعال نشوف، طب فين الواي؟ ما هي اهي، خد دي اعتبر ان هي دي الواي. يلا نشتغل. قول لي هل ال1 هاف ال1؟ لا. طب هاف ال2؟ وقف، يبقى هاخد ال1 مع ال2. اللي بعده ال1 هاف ال3؟ لا. هاف ال4؟ لا، ال1 خلص. خش على ال2. هل ال2 هاف ال1؟ لا. هاف ال2؟ لا. هاف ال3؟ لا. هاف ال4؟ يبقى انا هاخد ال2 مع ال4. اللي بعده ال3 هاف ال1؟ ال2 ال3 ال4؟ لا. كذلك الامر مع ال4. هل ال4 هاف ال1 او ال2 او ال3 او ال4؟ لا. شكرا، يبقى دي الريليشن بتاعتي، الار بتاعتي هي عباره عن ال2 اوردر بيرز دول بس. طب السؤال التاني، هل تعتبر فانكشن؟ لا. اشمعنى؟ اصل انا قلت لك كل اليمنت موجود في الاكس. هل كل اليمنت في الاكس ظهر؟ لا. ال3 ما ظهرتش وال4 ما ظهرتش، ما ظهرش عندي غير ال1 وال2 بس، فبالتالي هي نوت فانكشن. خش على اللي بعده. بيقول لي اكس بلس الواي ا برايم نمبر. يعني ايه برايم نمبر؟ لو انت مش فاكر من ابتدائي، البرايم نمبر ده هو نمبر ما ينفعش اعمل له ديفايدد غير على نفسه بس. زي مين؟ زي ال2، زي ال3، زي ال5، زي ال7. ال9 ما ينفعش، ال9 ينفع اعمل لها ديفايدد 3. زي ال11، ال13، ال17، ال19، كل النمبرز دي تعتبر برايم نمبرز. تعالى بقى نشوف. اول حاجه هاخد الاكس، ادي ال1 مع ال3 يعني 4، لا. طب ال1 وال5 يعني 6، لا. ال1 وال7 يعني 8، لا. فال1 مش هيظهر. وقف كده لحظه، وقف لحظه. طالما ال1 مش هيظهر، هل دي تعتبر فانكشن؟ لا مش فانكشن. شكرا، انت كده بدات تفهمني. تعالى بقى نبدا نكمل. بسم الله. ال2 مع ال3 هتديني 5، يبقى 2 مع ال3. اللي بعده ال2 مع ال5 هتديني 7، يبقى 2 مع ال5. اللي بعده ال2 مع ال7 لا، هتديني 9، وال9 ما ينفعش، خلاص ال2 خلصت. تخش على ال3. هل ال3 وال3 6؟ لا. طب مع ال5 يديني 8، لا. طب مع ال7 يديني 10، برضو لا. يبقى ال3 خلصت. اللي بعده ال4. ال4 مع ال3 هيديني 7، تنفع، يبقى هاخد ال4 وال3. طب ال4 وال5 9 ما ينفعش. طب ال4 وال7 يديني 11، يبقى هاخد ال4 مع ال7. شكرا، هي دي الريليشن بتاعتي، واحنا اتفقنا من البدايه ان هي مش فانكشن. تعال بقى نحل الكام سؤال دول. هم كام سؤال؟ ادي 1 2 3 4، 4 اسئله بس عشان يلموا لي الكلام ده كله. بسم الله الرحمن الرحيم. مديني الاكس، مديني الواي، مديني الريليشن بتاعتي. عايزين نبدا نشغلها، وزي ما احنا اتفقنا هنبدا من الزحمه، يعني هنبدا من هنا. كل اكس هعمل لها تايمز 2 واعمل لها بلس ال1 تطلع لي الواي. تعال نبدا بالاكس. ادي الاكس اهي، 2 3 4 5 تايمز 2 تايمز 2 تايمز 2 تايمز 2 بلس 1 بلس 1 بلس 1 بلس 1. يلا يا بطل. بسم الله. اول حاجه 2 تايمز 2 4 بلس 1 يعني 5. 2 تايمز 3 6 بلس 1 يعني 7. 2 تايمز 4 8 بلس 1 يعني 9. دول هيطلعوا لك 11. تعالى بقى نبدا نحط. احنا اتفقنا بدانا بالاكس، يبقى هقول له الار عباره عن، افتح براكت، الاكس ب 2 الواي كانت ب 5 اهي، يبقى انا هاخد ال 2 مع ال 5. الاكس ب 3 الواي كانت ب 7 اهي، يبقى انا هاخد ال 3 مع ال 7. اللي بعده الاكس ب 4 الواي ب 9 وال 9 اهي، يبقى انا هاخد ال 4 مع ال 9. اللي بعده الاكس ب 5 الواي ب 11 وال 11 اهي، يبقى انا هاخد ال 5 مع ال 11. اللي بعده، هل الريليشن دي تعبر عن فانكشن؟ تعتبر فانكشن؟ تعال نشوف. ال2 ظهرت عندي مره واحده، ال3 ظهرت عندي برضو مره واحده، ال4 مره واحده، ال5 مره واحده. شكرا، يبقى فانكشن. اللي بعده بيقول لي لو عملنا لهم ديفايد يطلع لك ناتشرال نمبر. يعني ايه بقى الكلام ده؟ الناتشرال نمبر هي الزيرو وال1 وال2 وهكذا. يعني ببساطه ما يبقاش فيها نيجاتيف، ما يبقاش فيها فراكشن ولا ديسيمال. ماشي كده، متفقين على النقطه دي؟ تعالى بقى نبدا نشوف. هو بيقول لي واي ديفايدد اكس. تعال ناخد ال 6. 6 ديفايدد 3 يديني 2، وال2 ناتشرال، يبقى انا هاخد ال 3 مع ال 6. خلي بالك انا ببدا بالاكس. اللي بعده 9 ديفايدد 3
او استنى نخلص ال6 بالمره عشان نتاكد ان مفيش حاجه تاني. انا خدت ال6 مع ال3، ال6 مع ال5 مش تنفع، ال6 مع ال7 مش تنفع، فكده ال6 خلصت. خش على اللي بعده ال9. 9 ديفايدد 3 يطلع لك 3 تنفع، يبقى انا هاخد ال3 مع ال9. اللي بعده 9 ديفايدد 5 ما ينفعش، ديفايدد 7 ما ينفعش، شكرا خلصنا ال9. خش على ال10. ال10 دي ديفيزبل مع مين؟ مع ال5، شكرا، يبقى انا هاخد ال5 وال10 على طول بقى، مش هنقعد نجرب. اللي بعده هناخد ال16 مع مين؟ ولا 3 ولا 5 ولا 7 تنفع. اللي بعده دي 21، سوري دي 21. هناخد ال 21 دي مع مين؟ ال 21 تنفع مع ال 3 وتنفع مع ال 7. تعالى كده بس نمسح دول. ال 21 تنفع مع ال 3 ومع ال 7، يبقى انا هاخد ال 3 مع ال 21 وهناخد ال 7 مع ال 21. اللي بعده دي كده احنا جبنا الار. اللي بعده يا بطل، هل الريليشن دي تعتبر فانكشن ولا لا؟ تعال نشوف. 3 3 3 ثواني ده 3 ظهرت عندي 3 مرات، شكرا مش فانكشن. اللي بعده مديني الاكس، طبعا انا عارف ان الاكس دي هعمل لها دوبليكيتد كده تديني الواي. كده انا معايا هنا اكس ومعايا هنا واي. يلا نبدا نشتغل. بسم الله الرحمن الرحيم. بيقول لي البلس بتاعهم ب 5. هل 1 و1 5؟ لا. 1 و2، 1 و3، 1 و4 يبقى انا هاخد ال1 مع ال4. اللي بعده ال2، 2 1 لا، مع 2 لا، مع 3 يبقى انا هاخد ال2 مع ال3. اللي بعده ال3، ال3 هاخدها مع ال2 يبقى 3 و2. اللي بعده ال4 مع ال1 يبقى انا هاخد ال4 مع ال1. ال5 ناخدها مع مين؟ مفيش النمبر اعمل له بلس مع ال5 يديني 5 غير الزيرو، والزيرو مش موجود، خلاص ال5 مش هناخدها. يبقى الار بتاعتك هي عباره عن دول. هل دي تعتبر فانكشن؟ لا. اشمعنى؟ اصل انت قايل لي من شويه كل اليمنت موجود في الاكس. هل كل اليمنت في الاكس هنا ظهر؟ لا، ال5 ما ظهرتش، شكرا ما تبقاش فانكشن. اللي بعده مديني هنا بيقول لي حلو قوي السؤال ده. السؤال ده عنب عنب عنب، وعايز حد دماغه عاليه يستمتع بالسؤال وهو بيحله والله. بيقول لي الاكس such that الاكس بتاعتي، تعال نقرا السؤال اهي. الاكس is a set of x such that، يعني x وهعرف لك هي مين الاكس. الاكس دي belongs to n. يعني ايه n دي؟ n دي اللي هي الناتشرال اللي احنا لسه قايلها من شويه، بحيث ان الاكس دي more than or equal ال 10 و less than ال 100. يعني ايه بقى الكلام ده؟ يعني الاكس دي يا صديقي هي كل النمبرز من اول ال 10 لحد قبل ال 100. ليه قبل ال 100؟ اصل هنا ال 10 عندها ايكوال، انما ال 100 ما عندهاش ايكوال، فانا مش هاخد ال 100، انا هاخد اللي قبل ال 100 اللي هو عباره عن 99. يا مستر طب ما اللي قبل ال 100 ممكن يبقى 99.1 او 0.2. لا يا صديقي، ما احنا قلنا ان الان دي ما فيهاش ديسيمال، فاللي قبلها على طول ناتشرال هو عباره عن ال 99. ماشي كلام جميل. وبعدين تعالى بقى نشوف. بيقول لي الريليشن بتاعتك هي كل واي ايكوال 5 من الاكس. يعني هناخد الاكس نعمل لها تايمز 5 يديني واي. اول حاجه مين الاكس؟ الاكس بتاعتي اهي. تعالى بس نمسح دي كده وننزل ال 99 دي هنا كده، ونبدا نظبط الليله دي. بسم الله الرحمن الرحيم. تعالى نعتبر ان دي اكس ودي واي، او العكس دي واي عشان ما تتلخبطش ودي اكس. بسم الله. اول كل نمبر في الاكس هنعمل له تايمز 5 يديني واي. هل انا هكتب كل النمبرز من اول ال 10 لحد ال 99؟ اكيد لا. تعال نجرب. لو مثلا خدنا ال 10 هنبدا بال 10. 10 تايمز 5 يديني 50، وال 50 موجوده هنا، ماشي. اللي بعد ال 10 ال 11 يبقى 11 مع ال 55. اللي بعده ال 12 مع ال 60 لان انا كل مره بعمل تايمز 5. اللي بعده ال 13 مع ال 65. اللي بعده ال 14 مع ال 70. اللي بعده ال 15 مع ال 75. اللي بعده ال 16 مع ال 80. اللي بعده ال 17 مع ال 85. اللي بعده ال 18 مع ال 90. ركز معايا. اللي بعده ال 19 مع ال 95. اللي بعده ال 20 مع ال 100. لا وقف لي لحظه كده هنا يا نجم. اشمعنى احنا كل شويه نقف؟ اصل انا قايل لك انت اخرك ال 99، انت جايب ال 100 دي منين؟ فالاوردر بير ده مش تبعنا. حلو كده، حلو. اللي احنا عملناه ده، احنا عملنا مين؟ الليله اللي احنا جبناها دي هي الار. طب انت عاوز مين بعد كده؟ انا عايز الار، جبتها. بعد كده
هل هي تعتبر فانكشن ولا لا؟ المفروض تقول لي كل نمبر في الاكس ظهر عندي مرة واحدة تبقى فانكشن. اقول لك غلطان. اشمعنى؟ اصل لو تلاحظ انا قلت ايه؟ كل كل الاكس. يعني ايه كل الاكس؟ انت الاكس اللي ظهرت عندك هنا من كام لكام؟ انا ظهر عندي هنا من اول ال 10 لحد ال 19. هل دول كل الاليمنتس بتوع الاكس؟ لا، دول مش كل بتوع الاكس. كده مش كل الاليمنتس بتوع الاكس ظهرت عندي بالظبط كده، فبالتالي تعتبر فانكشن ولا لا؟ طبعا نوت فانكشن. وبس كده يا صديقي، دي كانت حصة خفيفة لطيفة ظريفة عفيفة من حصصنا العظيمة كالعادة، ليكوني شخص من العظماء والمؤثرين وأعظم من شرح الرياضيات. أشوفك على خير إن شاء الله في فيديوز جاي.